مرحبا، أهلا وسهلا بكم بفيديو جديد على قناتي. اليوم الفيديو راح يكون عن قطار بالصين. هل بيوم من الأيام استخدمتوا القطار؟ وإذا استخدمتوه هل بيوم من الأيام خفتوا خلال استخدامكم للقطار من الناس اللي حواليكم؟ شنو ممكن يعملون بيكم؟ بس شنو من الممكن يصير بقطار متحرك؟ هذا القطار مستحيل يوقف بأي مكان، راح يستمر بالحركة، لكن فجأة من الممكن يتم قتلكم، تختفون أو يصير أي حادث. اليوم راح نسولف عن اختفاء امرأة خلال تواجدها بداخل القطار، وزوجها راح يبحث عنها بكل مكان، لكن راح يتم إيجادها بمكان غير متوقع نهائيا. فإذا حابين تعرفون تفاصيل حلقة اليوم تابعوا الفيديو للنهاية. وأهم شي نسيت، لا تنسون تجيبون شي تشربوه، رطبوا جسمكم. خلونا نبدأ. زوجين من الصين أخذوا القطار لرحلة مدتها 11 ساعة، فلهذا السبب الزوجين قرروا أنهم ينفقون أموالهم لهذه الرحلة ويرتاحون. الرحلة كانت جدا طويلة، فلهذا السبب من المستحيل يجلسون طول هذه المدة. الزوجين حجزوا سريرين بالقطار. الأسرة بهذا القطار عبارة عن 3 طوابق، وكل طابق سريرين، وهم حجزوا سريرين بالطابق الثاني، وكان يوجد شخصين تحتهم واثنين فوقهم. هذه الأسرة كانت مكشوفة، أي شخص يمر بالممر من الممكن يشوفهم وهم نائمين على الأسرة. الخصوصية بهذا المكان تقريبا كانت 0، لكن على الأقل راح يرتاحون وينامون لغاية وصولهم. جيا وزوجها خلال الرحلة ناموا، وجيا فجأة صحت وهزت لي صحته من نومه، ولي فتح عيونه، فتح هاتفه، بدأ ينظر للساعة انه جيا ليش صاحية بهذا الوقت. شاف الساعة، كانت الساعة 1 ليلا. جيا زوجته تكلمت معاه بهدوء: أنا متوجهة للحمام بسرعة، أوكي؟ لي كان نعسان بصعوبة، كان فاتح عينه، نظر إلى جيا، هز رأسه إنه أوكي تمام، وحاول إنه هو يرفع البطانية عن جسده لحتى يتوجه مع جيا إلى الحمام، حتى يوصلها إلى الحمام. لكن جيا رفضت مساعدته، إنه لا خلاص نام، الأشخاص اللي تحتنا نائمين وكبار بالعمر، من الممكن يستيقظون ونزعج الكل. أنا راح أتوجه إلى الحمام بسرعة وأرجع مرة ثانية. جيا كان معها هاتفها، وتكلمت مع لي إنه هاتفي راح يكون معايا، اتصل علي إذا صار أي شيء. لي استمر بالنظر إلى جيا. جيا نزلت من سريرها بهدوء ومشت باتجاه الحمام، ونظر للخارج كان عبارة عن ظلام، لا ضوء، لا أشجار ولا بنايات ولا أي شيء كان باستطاعته أن هو يشوفه خارج القطار. بالإضافة القطار كان هدوء، ما كان باستطاعته سماع أي شخص حواليه. لي بعدها أغمض عينه، نام. فجأة صحى على صوت اهتزاز جدا قوي. لي صحى، حاول إنه هو يفتح عيونه، بدأ ينظر لسرير زوجته، زوجته مو موجودة. نظر إلى هاتفه، الساعة 1:30، يعني مر على نومه 30 دقيقة، 30 دقيقة وزوجته ما رجعت لمكانها. لي حس إنه من الممكن زوجته مريضة، من الممكن تعاني من دوار، ألم أو أي شيء، ومن الممكن إن هي بالحمام تعاني. فحس بالقلق وقرر إن هو يتوجه إلى الحمام ويبحث عنها. مثل ما تعرفون القطارات جدا طويلة، لكن هذه القطارات مقسمة على شكل عربات، وهم كانوا موجودين بالعربة رقم 13. فكل القطارات عبارة عن عربات أو مقصورات متصلة مع بعض، وكل مقصورة تحتوي على حمامها الخاص، وهم كانوا موجودين بالمقصورة رقم 13 أو العربة 13. فلهذا السبب لي يتوجه إلى حمام مقطورة 13، لكن الحمام كان فارغ. لي بدأ يحس بالتوتر. هل من الممكن توجهت لحمام ثاني؟ لأن الممكن أشخاص آخرين قبلها كانوا موجودين بالحمام، فما استطاعت الدخول إلى هذا الحمام وتوجهت إلى حمام ثاني. فلهذا السبب حاول إنه هو يهدئ نفسه وقرر التوجه إلى المقصورة أو العربة رقم 14. لي لما توجه إلى العربة 14 تفقد حمام هذه العربة، وبعد كان فارغ. بعد العربة 15 وبعد الحمام كان فارغ، وعربة بعد عربة بعد عربة بعد عربة، كلهم كانوا فارغين. أين هي؟ هنا لي حس بالتوتر، بدأ يعرق، حس بضيق بالتنفس. زوجتي وينها؟ ركض لي باتجاه كابينة التحكم بالقطار، طرق على الباب أكثر من مرة. بعدها الموظف لما خرج لي بسرعة بدأ يصرخ: زوجتي مفقودة. الموظف نظر له لثواني، هو يحاول يستوعب اللي قاعد يقوله لي: زوجتك اختفت؟ احنا موجودين بداخل قطار متحرك، من المستحيل اي شخص يختفي، يتم اختطافه او يصير اي شيء مريب بداخل قطار متحرك. وبعدين شنو تقصد اختفت؟ كانت معاك على القطار وبعدها اختفت؟ اللي جاوب نعم،
اختفت، لازم نبحث عنها. الموظف نظر للي وحس انه اوكي يوم جديد من الارهاق. لي والموظف بدأوا يبحثون عن جيا. اول عربة بدأوا يبحثون بيها هي عربة الطعام، وكانت بمنتصف القطار. مقصورة الطعام او عربة الطعام عبارة عن مطعم مصغر، طاولات كراسي على كل جانب، وبجانب كل طاولة نافذة جدا ضخمة، ومن خلال هذه النوافذ كان باستطاعتهم انهم يشوفون كل شيء خارج القطار. لكن بهذا اليوم كل النوافذ عبارة عن ظلام، ما كان باستطاعتهم رؤية أي شيء. داخل عربة الطعام ما كان يوجد أي شخص، فقط شخص واحد كان جالس يقرأ جريدة ويشرب فنجان قهوة حار. هذا الشخص كان ساكن، كان جالس بمكانه، ما حاول إن هو يتفاعل لا مع لي ولا مع الموظف. لي والموظف بدأوا يبحثون عنها بكل مكان، تحت الطاولات والأكشاك وكل جزء بهذه العربة، عربة الطعام، لكن ما عثروا عليها. الموظف قال من الممكن هي تكون موجودة بالحمامات. لي والموظف توجهوا لمقصورة الجلوس، المقصورة اللي تحتوي على مقاعد مو أسرة، لأن هذا القطار يحتوي على 18 عربة، عبارة عن 8 عربات للجلوس و8 عربات للنوم، بالإضافة لعربات التخزين وعربة الطعام وعربة التحكم. فهذا القطار جدا ضخم ويستوعب أكثر من 1500 شخص، فإذا يبحثون عن شخص واحد مفقود بداخل هذا القطار فالموضوع راح يأخذ مدة جدا طويلة. الأسوأ بهذا القطار هي عربات الجلوس، كانت تحتوي على مستويات. المستوى الأول بدون مقاعد، الناس توقف طول الطريق، وهو كان أرخص مستوى بالقطار، وهذا المستوى كان المستوى الأكثر ازدحاما. يعني احنا نتكلم حاليا عن الصين، ما عندهم أي وسيلة نقل فاضية. فالمهم عدد هائل كان موجود بهذا المستوى، لكن لي دخل بوسطهم واستمر يصيح جيا جيا تسمعيني، لكن أكيد هي ما كانت موجودة بهذا المكان. بعدها المستوى الثاني وهي المقاعد الصلبة. المكان مو مريح نهائيا، لكن على الأقل جالسين، ودائما الناس اللي يكونون موجودين بيها ينامون على أكتاف بعض، والمكان عبارة عن كارثة بسبب الازدحام، كأنهم بعربات سجناء. الموظف دخل لهذا المستوى، كان بإيده ضوء ويحاول يتفقد كل الموجودين، ولي كان خلفه ويصيح جيا جيا عزيزتي تسمعيني جيا، بعد ما كانت موجودة بهذا المكان. بعدها عربة المقاعد الناعمة، وعدد أقل من الناس موجودين بهذه العربة وبعد مو موجودة. الموضوع صار مربك. شلون من الممكن إنسان يختفي بقطار متحرك؟ وين من الممكن تختفي؟ احتمالية اختفاء إنسان بداخل قطار متحرك شبه مستحيلة. إذا حاب تختفي بقطار متحرك من الممكن تلبس عباية هاري بوتر وتختفي، غير هذا الأسلوب من المستحيل أنه أنت تختفي فجأة. هنا الموظف بدأ يفكر وبدأ يلقي اتهامات على لي. لما هي توجهت للحمام، ليش نمت؟ ليش ما توجهت معاها للحمام وتأكدت من سلامتها؟ الوقت كان جدا متأخر، شلون من الممكن تتركها لوحدها ونمت لمدة 30 دقيقة؟ الموظفين صاروا يتكلمون مع بعض، هل من الممكن لي قتلها وأخفاها؟ بس حتى لو قتلها مثلا، وين من الممكن يخفيها؟ أين جسدها على الأقل؟ هل من الممكن رماها خارج القطار؟ بس إذا مو زوجها هو اللي أخفاها، منو اللي أخفاها؟ منو من الممكن إلى مصلحة بإخفائها؟ امرأة عندها طفلين، متزوجة، عمرها 44 سنة، مو غنية ولا أي شيء، ما كان عندها أي شيء مميز بحياتها، فشنو من الممكن يصير لها بداخل قطار متحرك؟ هل شخص اتبعها إلى داخل القطار وأخفاها؟ أو هل من الممكن هي اللي أخفت نفسها أو قتلت نفسها حتى؟ خلال هذا الوقت الموظفين كانوا يتكلمون شلون من الممكن هي اختفت. الناس بعد اللي انتبهوا على الموضوع، اللي عرفوا موضوع اختفائها، بعد بدأوا يتكلمون نظريات وأشياء ثانية بدأت تطلع هم بداخل القطار. لكن لي كان بعالم الخاص، كان متوتر، وطول مدة البحث هو كان يرسل لها رسائل وكان يتصل عليها بصورة مستمرة، لأن إذا تتذكرون هي أخذت هاتفها معاها لكن ما كانت ترد. جيا بهذا الوقت أين كانت؟ جيا بهذه اللحظة كانت موجودة، كانت على قيد الحياة، كان باستطاعتها سماع صوت هاتفها، لكن الهاتف كان جدا بعيد عنها. ما كان باستطاعتها أنه هي تأخذ الهاتف والرد على زوجها، على الرغم من أن هي تعرف أن الشخص اللي كان يتصل عليها وكان مستمر بالاتصال عليها هو زوجها، لكن ما كان باستطاعتها الرد. الموظفين بعدها بدأوا يشككون بلي. هل زوجتك أصلا كانت معاك على القطار؟ ما كان يوجد أي دليل إنها أصلا كانت موجودة على القطار، لأن حقيبتها، هاتفها، كل شيء كان معاها. ليه من الممكن فقد عقله، هو يعتقد إنه زوجته كانت معاه، بالحقيقة هو أصلا مو متزوج ولا زوجته بالقطار ولا اختفت ولا يوجد أي شيء من هذه الأشياء. بعد ما الموظفين اتهموه بكل هذه الاتهامات، ليه قدر يثبت إنه زوجته اشترت التيكت أو تذكرة القطار كانت موجودة معاه، واسمها كان موجود على التذكرة وتاريخ التذكرة
تذكرة وكل شيء كان صحيح، فهذا يثبت أنه زوجته فعليا كانت موجودة، بالإضافة الأشخاص اللي كانوا نائمين فوقهم وتحتهم شافوها، فهم متأكدين امرأة كانت موجودة مع علي. فلهذا السبب لي والموظف رجعوا للمقطورة اللي كانت بيها جيا ولي اللي كانوا نائمين بيها. لي والموظف فتشوا المقصورة بأكملها، العربة بأكملها، وكل الأسرة حاولوا أنهم يبحثون بكل زاوية، ومرة ثانية توجهوا إلى الحمام الموجود بهذه العربة اللي كانوا نائمين بيها. لكن تتذكرون لي أول شيء تفقده هو هذا الحمام، لكن هي ما كانت موجودة بهذا الحمام لما فتشه، وبعدها توجه إلى المقصورة اللي بعدها واللي بعدها واللي بعدها. لكن لما الموظف وصل ولي بعد كان موجود معاه، الحمام هذا كان مغلق. ليه بدأ يصرخ ويطلب من الشخص اللي كان موجود بداخل الحمام يفتح الباب. هل أنت موجودة بداخل الحمام؟ بليز افتحي الباب. ليه بدأ يفكر إنه من الممكن جيا داخت أو صار عندها دوار أو صار عندها أي شيء أو أي خلل وفقدت الوعي بداخل الحمام، ولأنها فقدت الوعي فمو قادر أكيد تفتح الباب. الموظف بدأ يحذر الشخص اللي كان موجود بداخل الحمام، راح نفتح الباب، إذا أنت مو جاهز اطرق على الباب. لكن الموظف قبل ما يفتح الباب فجأة سمعوا صوت القفل. الشخص اللي كان موجود بداخل الحمام فتح الباب ودفع الباب وخرج. الرجل اللي خرج من هذا المكان نظر لهم بنظرة مو طبيعية، نظرة غريبة، ويبتسم. ليه بعد ما شاف هذا الشخص وهو يسوي هذه الحركات بوجهه ويبتسم بطريقة مريبة، أول شيء فكر بيه هذا الشخص عمل شيء بزوجتي. ليه بعد ما نظر لهذا الشخص اللي خرج من الحمام مباشرة نظر إلى الحمام، فتح الباب، لكن الحمام كان حمام عادي، ما كان يوجد أي شيء بداخله. الموضوع صار جدا صعب، عدد الأشخاص الموجودين بالقطار يتجاوز 1000 شخص. إذا واحد بيهم قاتل مختطف هذه مصيبة، مستحيل يعثرون عليه، هو ممكن شخص ثاني يموت، لأن الشخص اللي يقتل ويخفي إنسان بداخل القطار من الممكن هو يعمل هذا الشيء مرة ثانية، من الممكن قاتل متسلسل بداخل القطار ويستهدف أشخاص عشوائيين. ليه استمر بالاتصال على رقم زوجته، كل ثانية يتصل عليها على أمل إنه هي من الممكن ترد، فكان يتصل بعدها ينتهي الاتصال أو يتحول للبريد الصوتي، لغاية ما الشخص رد على الهاتف. هذا الشخص كان رجل، رد عليه: هل أنت زوجها؟ تعال للمستشفى. جيا موجودة بالمستشفى، هي كانت موجودة بالقطار، شلون وصلت للمستشفى؟ ليه لما دخل للمستشفى كان مرعوب، كان خائف، يسمع صوت صرخات مو طبيعية، أول مرة يسمع هذه الأصوات، كأنه شخص يتعذب يموت يتقطع. وهذه الأصوات كلها كانت من زوجته جيا كانت تصرخ وتقول: قدمي اليسرى تؤلمني، قدمي راح تموتني من الألم، بليز اعطوني أي مسكن، اعطوني أي شيء يخفف الألم. الشيء اللي صار لجيا يخليها مستحيل تأكل، تنام، تسوي أي شيء بحياتها، فقط تصرخ ليل نهار لغاية ما تحس بالإرهاق وصوتها يبدأ يختفي. ليه كان كل يوم يبكي خارج غرفتها أمام الباب، وهي كانت بداخل الغرفة وهي تصرخ تطلب المساعدة، كانت تتألم، لكن ما كان باستطاعته يعمل أي شيء غير أنه هو يمسح دموعه ويصبر نفسه ويشجع نفسه ويحاول أنه هو يبتسم أمامها ويدخل لها داخل الغرفة ويتكلم معاها: لازم تهدئين، اتذكر اللي قال الطبيب، لأن الألم اللي تحسين بيه بالساق اليسرى مجرد خيال، لأن هذه الساق اختفت، هذه الساق مو موجودة أصلا. جيا كانت نائمة على سرير المستشفى، ساقها اليسرى وذراعها اليسرى بالكامل وقدمها اليمنى، كل هذه الأجزاء اختفت مقطوعة، وجزء من قشرة رأسها أو هذا المكان اللي يحمي الرأس مكان موجود فقدت، والآلاف من الإصابات كانت بجسدها. جيا فقدت هذه الأجزاء من جسدها، لكن بنفس الوقت هي كانت تحس بهذه الأجزاء كأنما هذه الأجزاء موجودة بسبب عقلها، يسموه بالألم الوهمي، لأن الدماغ يعتقد أنه هذه الأجزاء كانت موجودة قبل فترة بس فجأة اختفت، فالدماغ يحس بالإرباك، وهنا يرسل إشارات ألم أنه أكو شيء مو تمام، لازم تنتبه، شو اللي قاعد يصير؟ هذه الأجزاء كانت موجودة، ليش أنا مو قادر أحس بيها بالوقت الحالي؟ فلهذا السبب جيا كانت تحس بألم، كانت تحس بإيدها، لكن إيدها ما كانت موجودة بسبب دماغها. لينصدم ما حب إنه هو يتكلم مع زوجته ويتكلم عن الشيء اللي صار، فتكلم مع المحققين اللي عثروا عليها. اتضح بمنتصف العربة 14 حفرة جدا ضخمة على أرضية القطار، تم تسمية هذا المكان أو الحفرة بالثقب الأسود، لأن الثقب الأسود بالفضاء يسحب الأشياء ويضغطها ويحولها لشيء رفيع يدمرها، وهذه الحفرة عملت نفس الشيء بجسدها. هذه الحفرة لحتى تفتح كان المفترض أنه هي تضغط عليها، فولا شخص انتبه أنه هذه الحفرة كانت موجودة، فقط جيا اللي ضغطت عليها وسقطت بداخلها. جيا لما توجهت إلى الحمام ورجعت تحاول أن هي ترجع لمكانها، خلال مرورها بالعربة 14 فجأة سقطت
أرضية القطار اختفت، كأنه ثقب أسود ابتلعها وسحبها للأسفل وسقطت على السكة الحديدية على الأرض فعليا، يعني خلاص خرجت من القطار. المصيبة لما سقطت القطار صار يمشي على جسدها، صار يمشي على أيديها على أقدامها لغاية ما هذه الأجزاء فقدت فعليا 20 مقطورة دهست جسد جيا، ووزن هذا القطار يعادل 200 فيل. انتم متخيلين 200 فيل 20 مقطورة دست عليها. لما القطار كان يمشي على جسدها استمرت تصرخ، بس ولا شخص كان يسمعها. صوت القطار كان جدا مرتفع، حتى هي ما كان باستطاعتها سماع صوتها. جيا بسبب الألم والصراخ فقدت الوعي، وبعدها بفترة جدا قصيرة صحت. بدأت تنظر للسماء عبارة عن سواد، وبدأت تستوعب إذا ما تحركت من الممكن الحيوانات تأكلها أو قطار ثاني يوصل ويدهس جسدها مرة ثانية. جيا بدأت تفكر وتحاول تقنع نفسها أنها تترك السكة وتتحرك على جانب الطريق، لكن بنفس الوقت بدأت تحس بإحساس غريب، أنه إيدها ما تتحرك، إيدها متوقفة. والريحة كانت جدا كريهة، كانت تحس بريحة معادن، ريحة السكة. لكن بعدها استوعبت أنه هذه الريحة هي مو ريحة المعدن أو السكة، هذه ريحتها أو ريحة. جيا بدأت تفكر أنا مو قادرة أحرك إيدي ولا أحس بإيدي ولا أحس بأقدامي، بالإضافة مادة لزجة كانت تحيط بجسدها. بدأت تستوعب أنه هذه المادة اللزجة اللي كانت على جسدها هي بالحقيقة. فلهذا السبب جيا بدأت تشوف جسدها، إيدها اختفت، فخذها وساقها اليسرى مفقودة، وقدمها اليسرى مو موجودة. الجزء الوحيد اللي كان سليم بجسدها هي إيدها اليمنى. أول شيء فكرت به إنها راح تموت بهذا المكان، بس بنفس الوقت هي فكرت بابنها، فكرت بزوجها، إنه أنا لازم أعيش لحتى أشوفهم مرة ثانية، هم يحتاجوني. جيا حاولت إنها تستخدم إيدها اليمنى، مسكت السكة وسحبت نفسها قدر المستطاع بأقصى طاقتها، لكن هي ما كان عندها أصلا طاقة. وخلال كل هذا كانت تسمع أغنية واحدة. هذه الأغنية اللي كانت تسمعها كان من هاتفها اللي سقط معاها، وزوجها كان يتصل عليها باستمرار، لكن الهاتف كان جدا بعيد عنها، من المستحيل أن هي توصل للهاتف. وخلال كل هذا هي كانت تسمع صوت الأغنية اللي خصصتها لزوجها. كانت تسمع هذه الأغنية، وهذه الأغنية كانت تعطيها طاقة أن هي تستمر وتنقذ نفسها. جيا استمرت تسحب نفسها حتى تبتعد عن مسار السكة. استمرت لأكثر من نصف ساعة وهي تحاول، لكن بالمرة الأخيرة نجحت. جيا نجحت أن هي تحرك جسدها، لكن رأسها كان موجود على السكة. إذا قطار مشى فوق رأسها خلاص هي راح تموت، يعني رأسها راح ينفصل عن جسدها. ففقدت الأمل، خلاص أنا راح أموت بهذا المكان، شو من الممكن يصير؟ أنا مو قادرة أتحرك، أنا راح أفقد الوعي بهذا المكان، قطار ثاني راح يمشي، راح يدهس جسدي، راح يدهس رأسي، أنا راح أموت بهذا المكان. لكن بنفس هذه اللحظة بدأت تسمع صوت هاتفها وأغنية زوجها. مرة ثانية صار عندها طاقة وحاولت إن هي تعيش، أنا خلاص لازم أعيش. جيا قدرت إن هي تحرك جسدها وصارت بالكامل خارج مسار القطار. وخلال نومها على الأرض بدأت تحس باهتزاز قطار ثاني راح يمر. حاولت إن هي ترفع رأسها وتجذب انتباه طاقم القطار اللي راح يمر. فعلا جذبت انتباههم، أوقفوا القطار وهي كانت فاقدة الوعي. بمجرد إن هم أوقفوا القطار وحست إنه خلاص راح ينقذوني، فقدت الوعي. مباشرة طاقم هذا القطار اتصلوا على الشرطة لإنقاذها. الشرطة لما وصلوا كانوا بحالة صدمة، ما عرفوا شنو هذا، ذكر أنثى إنسان، لكن شكلها غريب. جسدها كان جدا مخيف، ملابسها متقطعة وجسدها محترق بسبب الاحتكاك بالأرض، يعني ولا جزء كان سليم بجسدها. الشرطة ما عرفوا شلون من الممكن نقلوها إلى المستشفى وهي بهذا الشكل. قلعوا باب السيارة بالكامل وضعوها على الباب، وحتى أجزائها المقطوعة بعد وضعوها بجانبها ونقلوها إلى المستشفى. جيا نامت على السرير بالمستشفى لأكثر من 100 يوم مستمرة، ما كانت تتحرك ولا خطوة نهائيا. كان من الممكن أن هي تموت حتى خلال تواجدها بالمستشفى بأي لحظة. جيا كانت موجودة بسرير مخصص لأنها من المستحيل تتحرك. 100 يوم كان من المفترض أن هي ما تتحرك نهائيا، فلهذا السبب تم وضعها على سرير مخصص لحالتها، لكن حتى هذا السرير كان يأذيها. هذا السرير كأنما سرير مائي يتحرك بحركة بطيئة، لكن هذه الحركة كانت تحس إن هي راح تموت بسببها. لما يغيروا لها الضمادات كان بالنسبة إلها هذا أسوأ جزء باليوم، وحتى إيدها السليمة كانت محترقة، فمو قادرة إنها تمسك أي شيء، حتى التنفس كان جدا صعب عليها. والمشكلة هي كانت تحس بالألم، لكن الناس كانت نظراتهم، الأطباء، الأشخاص اللي يعملون بالمستشفى، كانت نظراتهم كأنما هم خايفين منها، مو قادرين يشوفوها.
كانوا خايفين من وجهها حتى، والأطباء كانوا كل يوم يدخلون غرفتها بالمستشفى ويتفقدون كل جزء من جسدها ويقطعون اللحم الميت أو اللحم اللي تحول للأسود، وبعض أجزاء جسدها كان يمشي عليها الدود حتى، يعني الديدان بدأت تخرج. لكن كل هذا وهي كانت على قيد الحياة، كانوا يقطعون من جسدها. يعني كل هذه الأشياء اللي انقطعت من جسدها والأطباء كانوا مضطرين إن هم يقطعون بعض الأجزاء لحتى يحافظون على جسدها وما تموت. جيا بعد أكثر من 100 يوم، تقريبا 200 يوم، قدرت إن هي تشوف جسدها على المرآة. بهذه اللحظة وصفت نفسها بأن هي تحولت لوحش. جيا رفعت قضية على شركة القطار وجاهلوها بأنه هذا الشيء مو خطأنا، صار خلل بالقطار، جزء من أرضية القطار انهارت، بس هذا مو خطأنا. وجاهلوها، أصلا ضحكوا لأنه هي رفعت قضية عليهم. جيا حملت الموظفين المسؤولية، كان لازم يعملون فحوصات روتينية ويتأكدون أن كل جزء من هذا القطار كان سليم للاستخدام. لكن الموظفين ما اهتموا بهذا الشيء، ما اهتموا لسلامة الركاب، فلهذا السبب كل هذه الأشياء صارت بجيا. جيا طالبت الشركة بتعويض 1.5 مليون، لكن الشركة قالوا إنه 1.5 مليون دولار من المستحيل إنه إحنا نعطي هذا القدر من التعويض، إحنا ما عملنا شيء، هذا مو خطأنا. وبالنهاية أعطوها 190 ألف دولار فقط. كان لازم إن هي تتعالج، كان لازم إنه هي على الأقل يعطوها أطراف اصطناعية، بس كل هذه الأشياء ما صارت وهي عايشة بنصف جسد. وبس هذا كان فيديو اليوم. اكتبوا لي بالتعليقات عن الفيديو والأشياء. الصراحة يعني من الصدمة، على فكرة الكوب سقط على الأرض، حتى الكوب، يا رب استغفر الله. فحاليا بحيرة لازم أنظفها، وأعتقد هذه معلومة ما منها أي فائدة، فاكتبوا لي رأيكم بالتعليقات. هذا كان نهاية فيديو اليوم. خلوني أروح أنظف كل المي اللي سقط على الأرض وأنام. أحبكم كل هواي، وأشوفكم بفيديو جديد إن شاء الله. باي.